السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض العيش في البيت. العيش بطريقة سهلة وبسيطة، شوية دقيق مع شوية مية هتديكم الجمال ده كله. عايزة اقول لكم اليوم ده انا زوجي ما كانش موجود في البيت وللأسف ما كنتش عارفة اخرج، فعملت العيش للأولاد في البيت والحمد لله كان طعمه تحفة جدا. كم طراوة رهيب رهيب بجد، متوقفيش اي حاجة عندك. وعايزة اقولك لما جربته لقيت ان الموضوع لا اوفر بكتير. طيب عملنا ايه؟ يلا بينا هكتب لكم المقادير كلها على الشاشة. زي ما انتم شايفين المقادير معانا على الشاشة: نص كيلو دقيق، نص كوباية مية، ومعلقتين كبار. ممكن نحتاج مية اكتر، ممكن ما نحتاجش المعلقتين على حسب نوع الدقيق عندكم. وهضيف كمان رشة من الملح، وكمان معايا معلقة سكر وخميرة فورية، وكمان معايا رشة بسيطة جدا من البيكنج باودر. كل اللي انا هعمله هفضل اعجن في العجينة والمها لحد لما تلم معايا. العجينة بتكون طرية وما بتلزقش في الايد، ولكن بتكون طرية. شايفين هنا طرية ازاي؟ بصوا، هي طرية لدرجة رهيبة، بس انها تلزق في الايد لا، ما بتلزقش في الايد. هجيب كده اي حاجة، صينية او زي ما انا عملت كده، عملت على المفرش السيليكون. عملت ايه؟ جبت دي سوري ردة، رشتها على المفرش كله. وهجيب بس حاجة فيها مية. ليه؟ علشان العجينة طرية بطريقة رهيبة. هبدأ ان انا اقطع بيها العجينة بتاعتي وابدأ ان انا اكورها. شايفين انا باخد ايدي كده كأنها هي الميزان او المقاس بالنظر. لو انتوا حابين بقى تعملوها بالظبط فانتوا هتستخدموا ميزان، ولكن انا الموضوع ما كانش فارق معايا قوي قد ما يفرق معايا ان الرغيف نفسه يبقى طعمه حلو، ان العجينة تديني النتيجة اللي انا عايزاها. وفي نفس الوقت هو كان الموضوع بالنظر كده كان كويس. بصوا العجينة مطاطية كده وجميلة، تحفة بجد بجد، كانت تحفة جدا. زي ما قلنا العجينة طرية وما بتلزقش في الايد. بصوا هنا شايفين؟ بصوا بعمل ازاي؟ هنا ادتني شكل منسق اكتر، مش محتاجة ان انا اكورها بعد كده. طيب عملت لي كام رغيف؟ النص كيلو تقريبا عمل لي 14 رغيف او 16 رغيف. مش فاكرة بالظبط قد ايه بصراحة. فما تيجي تحسبيها لا، هو اوفر بكتير من العيش اللي بره، وانضف مليون مرة. يعني حطوا تحت انضف دي 1000 خط. عملت ايه؟ جبت كده كورة واحدة واحدة، وجبت كده شوية من الردة، وبدأت ان انا احطها فوق وتحت. مش هيقلب معاكي عيش سن، ما تخافيش، لان هو اساسا معمول بدقيق ابيض. تمام كده. انا بس الفكرة كلها ان انا حبيت اضيف الردة علشان يديني اولا قيمة غذائية اكتر، وعلشان يبقى مش كله عيش ابيض اللي هو بيجوع بسرعة. فالردة هنا هتساعد ان الموضوع يبقى مشبع شوية. هبدأ ان انا افرد كده سواء كان بالنشابة اللي هي دي النشابة بتاعة الرقاق والفطير، ما كنتش لاقيه التانية بس هلاقيها واجيبها دلوقتي. ممكن تعملوها بالنشابة اللي هي الصغنطوطة اللي بتتمسك بالايد عادي، ايا كان هتفردوه بايه. والله مش عندك نشابة خالص، عارفين ازازة اللي هي المشروب الغازي او اي حاجة بتاعت عصاير او اي ازازة مية عندك في البيت، الازاز اللي هي الازازة المدورة دي، افردي بيها العيش، ما توقفيش نفسك قصاد اي حاجة. هتسويه في الفرن؟ لا، على الطاسة على البوتاجاز وهتعمليه. شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم بجد العيش كان تحفة جدا. هحطه بس على الطاسة، مجرد الطاسة سخنة، هحطه بس مجرد ما يبدأ ان هو يديني الفقاقيع اللي في الاول. هنسويه واحد كمان دلوقتي. هبدأ ان انا اقلبه بسرعة، مش هسيبه ان هو ينفخ، لا، هبدأ ان انا مجرد ما احطه على الطاسة هقلبه، وبعدين هبدأ ارجع اقلبه تاني. بصوا، طيب انا في جزء كده مرضيش ينفخ، يعني بص نص رغيف هو اللي نفخ والباقي لا. هتعملي ايه؟ بايديكي او بالمعلقة. بلاش بايديكي علشان ممكن الرغيف كده وانتي بتضغطي عليه يروح مخروم منك، للأسف يطلع الهواء السخن اللي فيه كله، فللأسف هيعمل ايدك فهتتحرق. فبلاش بلاش بايديكي خالص. طيب بصوا هنا اهو الرغيف ده اتخرم كده خرم من الناحية دي، بس برضو انا فضلت استنى عليه شوية. هو شايفين من بره خد لون؟ لا، مش مجرد لما ياخد لون فهو خلاص كده استوى، لا، سيبوه شوية واصبروا عليه علشان يستوي من جوه وما يبقاش معجن من جوه.
تمام كده. يلا بينا نشوف رغيف كمان. طيب انتي بتضغطي عليه ليه؟ اهو بصوا بضغط عليه فبيبدأ ان هو يطلع من الاماكن اللي هي ما نفختش. تمام كده شايفين اهو. بصوا ده ما نفخش خالص، وبصوا هنا مش يعني مقفولة. بصوا مجرد لما بتضغطوا بس اللي هو مش نضغط نقطع، لا بالراحة نضغط عليه بالراحة واحدة واحدة هيبدأ يفتح معاكم زي ما احنا شايفين اهو شايفين بكل سهولة. وبعدين بعد كده هنقلبه على الناحية التانية وبعدين نرجع نقلبه تاني وهكذا. طب ليه بتقلبيه؟ ما هو هينفخ بقى سيبيه، لا لو ما لبتهوش على الناحية التانية هيتحرق من ناحية وهيفضل الناحية التانية برضو نية. بصوا تجيبيه يمين تجيبيه شمال. بصوا بقى ده كان عايز شوية طعمية سخنة كده مع شوية سلطة وطحينة، حاجة قمر. كان عايز شوية شاورما لحمة أو فراخ مع التومية الجميلة برضو هيبقى قمرين. ويا بقى لو حتة كبدة كده بالردة مع الطحينة برضو هتبقى تحفة. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. متنسوش لايك للفيديو بجد بيفرق كتير، والكومنت كمان بيفرق، دعم للقناة عشان أكمل معاكم. لو عجبتكم وصفاتي متنسوش تقولولي في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي عن ايه. انتظروا الفيديو الجاي بجد وصفات تحفة جدا. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.